أحيانا العادات اليومية البسيطة اللي بنعملها، اللحظات اللي بنكون فيها لوحدنا، ممكن تكون بوابة لعالم تاني، عالم خفي بيراقب وبيختار ضحاياه بعناية، عالم ممكن يقلب حياتنا الهادية لكابوس حقيقي. ودي حكاية رهب، حكاية بدأت بعادات بسيطة وانتهت بكابوس فظيع من الفراغ الأسود اللي سكن حياتها. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني اوي. النهاردة هحكيلكوا حكاية، أو بالمعنى الأصح هي مأساة عن أحداث حقيقية، وبطلتنا النهاردة هنسميها رهف لأني مش هقدر أقول اسمها الحقيقي. وهنبتدي حكايتنا النهاردة ونقول بسم الله. أنا رهف، بنت عندي 22 سنة، طالبة في كلية خدمة اجتماعية، عايشة مع والدتي وأخويا الصغير مازن. حياتي كانت عادية جدا زي أي بنت في سني. كنت بحب السهر والموسيقى والمبالغة في الاهتمام بنفسي. كنت بقضي ساعات طويلة قدام المراية أتأمل في نفسي وأهتم بجمالي بشكل مبالغ. وكمان كنت بحب أدخل الحمام وأقضي فيه وقت طويل أوي لوحدي. كنت باخد معايا التليفون، هو ده اللي كان بيخليني أقعد وقت طويل في الحمام، لأني مكنتش أقدر أستغنى عن التليفون أبدا حتى وأنا داخلة الحمام زي بنات كتير أوي في سني. في يوم رجعت البيت متأخر، كانت الساعة 9 بالليل. طبعا ده كان سبب خناقة بسيطة مع والدتي اللي كانت دايما بتلومني على تأخيري وعلى كل العادات الوحشة اللي أنا بعملها. قالت لي بصوت عالي وهي متنرفزة: يا رهف، في الساعة 9 بالليل يا بنتي، ايه التأخير ده كله؟ آخر محاضرة عندك الساعة 5 العصر. طبعا أنا كنت حاطة السماعات وكنت بسمع أغاني بصوت عالي. قلعتها وأنا متضايقة ومتنرفزة من كل شوية تزعقلي: يا ماما صوتك عالي، وايه يعني لو اتأخرت شوية؟ انا كبيرة وفاهمة انا بعمل ايه. كبيرة؟ هو انت لو كبيرة هتعملي كل ده؟ هتغيبي كده وتتأخري وتقلقيني عليكي؟ يلا قومي عشان تاكلي، عندك محاضرات بكرة الصبح عشان تلحقي تنامي. ماما خرجت من الأوضة وهي متنرفزة ومتعصبة مني، وأنا تجاهلتها تماما كالعادة لأني اتعودت على خناقها وزعقها معايا كل شوية. ورجعت رفعت صوت الموسيقى في سماعتي وكملت روتيني عادي. وبعد ما خلصت يومي طفيت الأنوار كلها وسبت بس أباجورة نورها خفيف، ونمت على السرير وأنا ماسكة تليفوني وبتصفح الفيسبوك. أنا كنت بنام في أي وضع، وكنت بنام وأنا لابسة هدوم خفيفة جدا. ودي كانت عادة كانت بتسبب دايما خناقات بيني وبين والدتي. وفي الليلة دي نمت بسرعة رهيبة من التعب. بعد دقايق من نومي حسيت بحرارة شديدة جدا وحاجة لزجة لزقت في ظهري وأنا نايمة على السرير. حرارة غريبة وكأن جسم ضخم وغير مرئي لازق في ظهري بالظبط. جسمي اتخشب مكانه، ما بقتش قادرة اتحرك ولا قادرة اصرخ. في نفس اللحظة صوت الأغاني في السماعات بدأ يعلى بشكل جنوني ومفاجئ، وكأنه بيصرخ في ودني. فتحت عيني على وسعها من الرعب وحاولت اتحرك، لكن جسمي كان مشلول تماما. بعد كده حسيت بإيد ضخمة وباردة جدا، صوابعها طويلة ورفيعة بدأت تتحرك ببطء شديد على دراعي. حسيت بأشعار جامدة جدا كأني بتكهرب، والأشعار دي اتحولت لألم بارد، ألم مش طبيعي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لي؟ حسيت اني عايزة اصرخ بس مش قادرة، صوتي مش طالع مني. عايزة اتحرك، جسمي اتجمد مش قادرة اتحرك. حسيت ان الكائن ده بيقرب اكتر وبيلزق فيا اكتر. الحرارة اللي كانت طالعة منه بقت خانقة، لكن ايده كانت باردة زي التلج. ايده التانية بدأت تدخل في شعري وتشدني ناحيته بقوة. وفجأة بدأت أسمع همسات عميقة وكأنها طالعة من جنب ودني بالظبط. همسات مش مفهومة، مجرد أصوات غريبة بتكرر نفسها، لكنها بتحمل نبرة حب غريب وتملك رهيب. والدموع بدأت تنزل من عيني وأنا ساكتة. حاولت أفتح بقي عشان أصرخ لكن صوتي كان مكتوم. في اللحظة دي حسيت إن الكائن بيضغط على جسمي بقوة، كأنه عايز يمتصني جواه. الألم البارد اللي حسيته زاد أكتر. وفجأة صوت الموسيقى اتقطع وسكتت كل حاجة في الأوضة تماما. الضوء الخافت بتاع الأباجورة بدأ يتحرك بشكل جنوني كأنه بيودع النور قبل ما يختفي. وحسيت إن الكائن بيقرب أكتر وإن وشه بقى قريب جدا من وشي. حسيت بأنفاسه السخنة جدا على خدي وريحة غريبة ملت الأوضة كلها. وفجأة حسيت بلمسة باردة على رقبتي وكأنها لمسة من عالم تاني. وفي نفس اللحظة حسيت بشيء داخل جسمي كأنه تيار بارد مشي في عروقي بيسحب مني روحي. أنا انتفضت بقوة وصدر مني صرخة مكتومة ما خرجتش مني.
عيني وسعت على الآخر من كتر الرعب، وفجأة اتقفلت وإيدي نزلت جنبي لأني مبقتش قادرة أتحكم في أي حاجة في جسمي. جسمي بقى ساكن تماما. وبعد ساعات قليلة مع نور الفجر اللي بدأ يدخل الأوضة فتحت عيني. كنت مرهقة جدا لكني قعدت على السرير بصعوبة. بصيت حواليا، الأوضة كانت هادية تماما، الأغاني ساكتة، كل حاجة كانت طبيعية. ايه ده؟ كابوس؟ لأ، استحالة. بصيت على جسمي، ملقتش أي علامة على إيدي أو على رقبتي. لمست رقبتي، حسيت ببرودة خفيفة في المكان اللي حسيت فيه باللمسة، لكن مفيش أي أثر ظاهر. لمست دراعي، مفيش أي علامة. يعني ده كان حلم؟ كل ده كان حلم؟ أنا هتجنن. قمت بسرعة من على السرير وفتحت باب أوضتي وطلعت رحت المطبخ. لقيت ماما بتحضر الفطار. ايه يا هانم، هتفضلي نايمة اليوم كله؟ هتفضلي كده على طول ولا بتساعدي في البيت ولا بتعملي أي حاجة؟ أنا كنت تعبانة ومصدومة من كل اللي حصل. حاولت أتكلم. ماما، أنا أنا حلمت حلم وحش قوي. أحلامي بس، قومي شوفي مصلحتك، ولا جامعة ولا أي حاجة نافعة. أنا حسيت بالإحباط من رد فعل ماما. قررت أروح الحمام أغسل وشي وما أحكيلهاش على حاجة. في الحمام وقفت قدام المراية، غسلت وشي وبعدين رفعت راسي وفجأة اتجمدت مكاني. في انعكاس المراية شفت للحظة واحدة بس ظل راجل اسود نحيل واقف ورايا مباشرة. الظل كان بيبتسم ابتسامة عريضة مخيفة، عينه كانوا بيلمعوا باللون الأحمر. الظل مد ايده ناحيتي وفجأة اختفى في لمح البصر. صرخت صرخة مكتومة ورجعت لورا فجأة واتخبطت في الحيطة بقوة. قلبي كان بيدق بعنف شديد كأنه هيخرج من مكانه. هو ايه اللي بيحصل لي ده؟ ده مش حلم، أكيد مش حلم، مستحيل يبقى حلم. وخرجت من الحمام وأنا بترعش ووشي مخطوف، بس حاولت أبان على طبيعتي عشان ماما ما تلاحظش حاجة. رجعت على أوضتي بسرعة وقفلت الباب ورايا. طلعت قعدت على السرير بسرعة ولفيت نفسي بالبطانية. بصيت حواليا في كل مكان في الأوضة، بس ركزت عيني على ركن معين في السقف. بدأت تظهر منه بقعة غامقة صغيرة. البقعة كانت بتكبر ببطء كأنها بقعة رطوبة أو ظل غريب بياخد شكل غير طبيعي. هو هو لسه هنا؟ وأنا كنت ببص على الركن ده ظهرت فجأة عين حمرا بتلمع. ظهرت جوا البقعة دي. العين لمعت للحظة واحدة وبعد كده اختفت. في نفس اللحظة سمعت صوت همسة عميقة حنونة لكنها مخيفة جدا. كانت بتنادي باسمي، كانت بتقول رهوف. صوت الهمسة بدأ يعلى تدريجيا وكأنه بيملى الأوضة كلها. ما تهربيش، أنا هنا معاكي دايما. غمضت عيني بقوة علشان ما كنتش قادرة أتحرك من مكاني، وبعدين فتحتها مرة تاني. بصيت على البقعة اللي في السقف. ايه ده؟ البقعة اختفت خالص، لكن الجو في الأوضة بقى بارد بشكل غير طبيعي مليان رعب. ودلوقتي عايزة أسألكم، أنا كنت مجرد ضحية لكابوس مرعب، ولا أنا اللي فتحت على نفسي باب لعالم تاني من غير ما أقصد؟ الكيان ده مجرد حلم، ولا دلوقتي بقى جزء من حياتي؟ اللي أنا متأكدة منه إن اللي بيحصل لي ده مجرد بداية لكابوس حقيقي، يمكن يكون أصعب بكتير من اللي أنا تخيلته. بس يا ترى الكابوس ده خلص خلاص، ولا هو لسه يدوب هيبدأ؟ وإيه اللي هيحصل فيا بعد الليلة المرعبة دي؟ هل أنا هعرف أفلت من قبضة الكيان اللي بيطاردني، ولا العشق المظلم ده هيقلب حياتي الجحيم ملوش آخر؟ ده بالظبط اللي هتعرفوه في الجزء اللي جاي من قصتي، الجن العاشق، لمسات الفراغ الأسود.